ازاي تجهز نفسك للامتحانات حتى لو مش عارف اي حاجة عن المنهج؟ رقم واحد، عايزك تاخد اوفر فيو او نظرة عامة كده عن المنهج، بمعنى انك مثلا تجيب الكتاب تشوف الفهرس، تشوف كل درس بيتكلم عن ايه. يعني عايزك تاخد نظرة عامة سريعة كده على المنهج بحيث تعرف المنهج بيتكلم عن ايه. رقم اتنين، عايزك تحدد هدفك من الامتحان، بمعنى يعني مثلا مش كل الطلبة بتكون عايزة تطلع من الاوائل وتجيب امتيازات. طبعا هو ده لو متاح اكيد يعني محدش هيقول لا، بس اكيد يعني مش الكل مذاكر وعايز يجيب امتياز وكده. في مثلا اللي عايز ينجح وخلاص، في اللي عايز يجيب امتياز، في اللي عايز يطلع من العشر الاوائل، وهكذا. فانت هتحدد هدفك من الامتحان، وعلى حسب الهدف ده هتقسم المنهج بتاعك لكاتيجوري A وكاتيجوري B وكاتيجوري C. كاتيجوري A دي الحاجات الاكثر اهميه على الاطلاق، كاتيجوري B الحاجات المتوسطه في الاهميه، كاتيجوري C اللي هي الحاجات الايه الاقل اهميه، يعني اللي ممكن تسيبها عادي. بحيث مثلا انك لو طالب دحيح بزياده وعايز مثلا ترتب في العشر الاوائل يبقى لازم تذاكر كله، هتذاكر كاتيجوري A وكاتيجوري B وكاتيجوري C، ولو في زياده كمان كاتيجوري دي هتذاكرها. اما مثلا لو عايز تجيب جيد جدا يبقى تذاكر كاتيجوري A وكاتيجوري B وسيبك من كاتيجوري C لو معاك وقت هاتها، معكش خلاص. مثلا لو عايز تعدي وخلاص وتجيب مقبول يبقى هتكتفي بكاتيجوري A، وهكذا. احسن ما تشتت نفسك وتغوص في المنهج واساسا ممكن تكون بتذاكر حاجات ملهاش اي اهميه في الامتحان. طب على اي اساس بتعرف ان الحته دي في المنهج كاتيجوري A ولا كاتيجوري B ولا كاتيجوري C؟ على حسب الامتحانات السابقه وكلام الدكاتره اللي عندك. رقم ثلاثة، عايزك تفضي نفسك تماما على الأقل أسبوعين قبل الامتحانات، سواء بقى كنت بتشتغل أو بتذاكر حاجة تانية جنب الدراسة. معلش أجلها الأسبوعين دول، لأن الامتحانات وقتها ثابت وهتمتحنها. الحاجة التانية دي ممكن تأجلها عادي، أما الامتحانات مش هتتأجل. رقم أربعة، ابدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية، وهكذا. احسن ما تروح تبهدل نفسك في حاجات ما بتجيش خالص في الامتحانات ونادرا لما بتيجي، وتسيب الحاجات المهمه اللي 80% من الامتحانات ما بيخرجش عنها اصلا. زي مثلا لو دكتور بعت لكم اسئله معينه لازم تحلوها، او الامتحانات السابقه، الحاجات دي هي اللي بيبقى ليها الاهميه القصوى. لما خلصت الحاجات اللي لها الاهميه القصوى دي خلاص انت هتحس انك مستريح، وتبدا بقى تشوف الحاجات الزياده اللي انت عايز تعملها، بحيث لو ما تبقاش وقت تاخد الحاجات اللي هي الاقل اهميه دي، يبقى انت داخل الامتحان ومستريح ومش قلقان من حاجه. وبس كده، دمتم موفقين ان شاء الله.